السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم عالم رضوان وسلمى. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طريقة لذيذة بزاف وسهلة، اسهل مما يكون، باش نحضروا لي بات. فكتجي مذاق ولا اروع، مذاق لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوها، واكيد الا جربتوها فغادي تحماقوا عليها. فبقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوا لي بات، اي نوعيه تقدروا تستعملوها. المهم انا غادي نستعمل هذه النوعيه هذه، هانتوما كما كتشوفوا. غادي نحتاجوا صدر ديال الدجاج اللي يكون مقطع لشرائح رقيقه. غادي نحتاجوا الفلفله مقطعه طويله ورقيقه، وخيزو اللي ديجا حكيناه. اول حاجه غادي ناخذوا المقيله ديالنا، غادي نوضعوا فيها صدر ديال الدجاج والجزر والفلفله. ممكن نوضعوا كل شيء، كيطيب كل شيء في دقه. فراه كتجي ساهله ولذيذه بزاف. هانتوما كتشوفوا معايا. اول حاجه غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه باش نشحر الصدر ديال الدجاج والفلفله والجزر. غادي نضيفوا قبيصه ديال الملحه، فما تكثروش الملحه. غادي نضيفوا شويه ديال البقره. ودابا غادي نوضعوا هاد المكونات ديالنا على النار ونخليهم يتشحروا على بوطه اللي تكون مهيله. هانتوما كتشوفوا من بعد ما تشحرات لينا هذيك الخضره، دابا كنعريو عليها حتى كتنشف لينا من داك الماء اللي كتطلق. فواحد الكاسرونه غادي نديروا الماء يغلي. هانتوما كما كتشوفوا راه حتى غلى الماء. غادي نضيفوا قبيصه ديال الملحه، وكنضيفوا لي بات ديالنا باش يتسلقوا. وضروري ما تنساوش التحريك ديال لي بات من نضيفوها للماء الساخن. دابا من بعد ما داز تقريبا واحد 8 ديال الدقائق، ها هي لي بات واجده. هانتوما معايا كيما شفتوا من بعد ما نشف الدجاج والخضره من داك الماء اللي طلقوا. دابا غادي نضيف لهم الشامبينيون. هو اختياري ولكن راه كيجي بنين في هاد الوصفه هذه. دابا غادي نشحر هذاك الشامبينيون حتى هو شويه. وغنضيفوا لا كريم، كريمه الطبخ. فالمهم اي نوعيه متوفره عندكم. الا ما توفراتش عندكم كريمه الطبخ تقدروا ديروا دانون مسوس، ياغورت مسوس، حتى هو كيجيب نفس المذاق. المهم انا هنايا ضفت تقريبا واحد نصف كاس ديال كريمه الطبخ، وكنخلطوا هاد المكونات. والمكون الرئيسي هي بودره الثوم، راهي كتجيبيه يا سلام. وغادي نزيدوا واحد 2 معالق كبار ديال لاصوص صويا. هاد 2 مكونات كيجيبوا لي بات ديالنا خطيره ولذيذه بزاف. المهم غادي نشحر هاد المكونات شويه ونرجع معكم. ودائما مع التحريك المستمر. هانتوما كما تشوفوا معايا، المهم الطريقه موضحه في الفيديو.
المهم هذه هي لي بات من بعد ما سلقناها درتها هكا على جنب حتى نصيبوا لاصوص. هانتوما كما كتشوفوا حتى كيبدا يبقبق. ملي كيبدا يدير لينا دوك الفقاعات كنعرفوا ان لاصوص ديالنا جاهز. دابا غادي نبدا نضيف في لي بات بهذا الشكل. غنضيف كاع الكميه ديال لي بات اللي عندي وغادي ندمج الكل مع بعضه. فمن بعد ما خلطته جيدا هانتوما كتشوفوا كنخليه فوق النار واحد تقريبا دقيقه ما كاملاش، وغادي نضيفوا ليهم الفرماج غابي، الفرماج احمر محكوك، واللي عنده الموتزاريلا حتى هو يضيفها. راها كتجي خطيره البنات. عاودت لكم خطيره شحال من مره حيت بصح كيجيو لي بات لذيذ بزاف بهاد لاصوص هادي. يا سلام، جربوها وما غاديش تندموا. فبقاو معايا دابا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا. كنخليوها فوق النار حتى كيذوب لينا الفرماج، وكنحطوها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، فراه كتجي لذيذه بزاف. انا اكيده انكم الا جربتوها فغادي تولي معتمده عندكم. يعني سهله تقريبا واحد 10 ديال الدقائق غتكوني ديجا وجدتي كل شيء، يعني كل شيء واجد عندك. فنتمنى ان وصفتنا تنال اعجابكم، وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش الناس جداد قبل ما تخرجوا من القناه لايك واشتراك باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وشكرا على المشاهده مره اخرى، ورمضان كريم، وما تنسوناش بالدعاء.